السينابون رولز طبعا كلنا بنحبه وبنموت فيه، بس اهم حاجة لما نيجي نعمله لازم نعمله بالطريقة الاصلية بتاعته بعجينة هشة وطرية زي القطن بالظبط واحسن كمان. وهقولك على سر التسوية المظبوط اللي هتطلع معاكي السينابون هش كده وطري ودايب كده دوب عامل زي القطن كده واحسن كمان. وكمان هنحضر مع بعض صوص السينابون الخطير بقوام كريمي وناعم عامل زي القشطة كده واحسن كمان. تعالوا يلا بينا نشوف عملنا السينابون الخطير الهش الجميل ده ازاي. بس من فضلكم اللي مشتركش في القناة يشترك علشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتنا، وعلشان نقدر نستمر معاكم، وعلشان عايزين نوصل ل1000 مشترك. ويلا بينا نبدأ بالطريقة على طول. أول حاجة هنحضرها هي عجينة السينابون. هنحتاج ل900 جرام من الدقيق، كوباية مية، كوباية لبن، معلقة بيضتين، ومعلقتين كبار من السكر، ومعلقتين كبار من الزبدة، وكيس خميرة، وكيسين فانيليا. وبكده خلصنا المكونات اللي احنا هنحتاجها في العجينة. تعالوا بقى نعجن. أول حاجة هنحط اللبن والمية والسكر والخميرة وكيسين من الفانيليا، وهننزل كده بالبيضتين ورشة بسيطة من الملح، وهننزل عليهم بمعلقة من الخل كبيرة، وهنقلب كده المكونات مع بعض لغاية لما السكر يختفي تماما. وهننزل ب900 جرام من الدقيق بالشكل ده كده. بس اهم حاجة الدقيق اللي انت هتستخدميه هيبقى دقيق كده ممتاز نمرة 1. وهنبدأ كده عجن في العجينة بالشكل ده كده واحدة واحدة كده لغاية لما العجينة بتاعتنا تتلم معانا وتبقى بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده كده. وبعد كده هنزل بمعلقتين كبار من الزبدة، وهنقعد نعجن فيهم كده لغاية لما الزبدة تختفي معانا تماما. وده شكل العجينة بعد ما عجناها زي ما انتوا شايفين كده. العجينة كده بتلزق في الايدين وفي نفس الوقت بتكون طرية وناعمة، ودي العجينة المظبوطة بتاعة السنابل، لازم تكون كده بتلزق في الايدين حاجة بسيطة. هنغطيها بفوطة كده وهنسيبها تخمر لغاية لما تضاعف حجمها. وتعالوا بينا نعمل بقى الحشوة اللي هنحشي بيها السنابل من جوه. هنحتاج لكوباية من السكر البودر او السكر الخشن، ومعانا معلقتين من الكاكاو، وهننزل بمعلقة كبيرة من القرفة، وهنقلب كده المكونات مع بعض كده لغاية لما كله كده يختلط مع بعضه ويبقى بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده كده. وبكده خلصنا الحشوة بتاعة السينابون معانا. وتعالوا بقى نرجع للعجينة بعد ما خمرت. ده شكلها بعد ما خمرت، بسم الله ما شاء الله. هناخد بقى العجينة وهنرش رشة بسيطة كده من الدقيق على السطح اللي هنفرد عليه العجينة. طبعا هناخد العجينة كده بسم الله ما شاء الله عليها، ملمسها ناعم وطرية وجميلة ازاي. وكمان بقى هناخدها هنشيل كل الهواء اللي فيها بالشكل اللي حضراتكم شايفين ده كده، نلفها على شكل كرة. واهم حاجة لازم كده نشيل الهواء اللي فيها. وبعد كده هنقسمها الى جزئين بالشكل ده كده، وهنرجع برضو نلفها على شكل كرة كده. وتعالوا كده نفرد اول واحدة معانا. هنفردها كده، طبعا هتتفرد معانا بكل سهولة واحدة واحدة كده. طبعا العجينة معانا طرية، واهم حاجة نرش كده تحتها كده رشة بسيطة كده من الدقيق علشان ما تلزقش على السطح اللي احنا بنفرد عليه. وبرضو لو احتاجت كده من فوق هنرش عليها رشة بسيطة برضو، وهنقعد نفرد فيها بالشكل ده كده. طبعا لازم نفردها كده على شكل مستطيل علشان لما نيجي نلفها تبقى مظبوطة معانا. وبعد كده هنحتاج ل3 معالق كبار كده متسيحين من الزبدة، وطبعا ممكن تستخدمي سمنة لو مش متوفرة عندك الزبدة. وهندهن وش العجينة كله كده بالزبدة زي ما انتوا شايفين كده لغاية كده لما نخلصها كلها. وبكده دهنا كده وش العجينة كله بالزبدة زي ما انتوا شايفين كده. وبعد كده هنجيب الحشوة اللي حضرناها معاكم اللي هي خليط كده من السكر والقرفة والكاكاو. هننزل بنص الحشوة كده على قطعة العجينة، والنص التاني طبعا هنسيبها كده العجينة التانية، وهنفردها بالشكل ده كده على وش كده العجينة. وبعد ما فردناها هنلف العجينة كده على شكل رول بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده واحدة واحدة. وطبعا هتتلم معانا كده بكل سهولة. واهم حاجة زي ما قلتلكوا اول ما بنفرد كده العجينة في الاول لازم نفردها على شكل مستطيل كده ونسوي الحروف علشان لما نيجي نلفها كده تبقى متساوية معانا. وطبعا ده شكلها كده بعد ما لفيناها. طبعا هنقفلها بالشكل حضراتكم شايفينه ده كده، وبكده بقت جاهزة معانا. وبعد كده هنحتاج كده الى خيط زي ما انتوا شايفين كده بالشكل ده كده. طبعا الخيط ده اللي احنا هنقطع بيه كده العجينة عشان العجينة تبقى متساوية معانا وتدينا الشكل الجميل ده كده. وطبعا قبل ما اقطع كده بالخيط جربت كده اقطع بالسكينة، طبعا ما نفعتش معايا كده وما ادتنيش الشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده كده. فقررت ان انا لازم اكمل الكمية كلها بالخيط. وبكده خلصنا الكمية اللي معانا كلها. وطبعا عملنا قطعة العجينة التانية بنفس الطريقة كده. وبعد كده جبنا صاج او صينية او اي حاجة متوفرة عندك، هندينا سمنة او زبدة وهنرص كده عليها السينابون بالشكل ده كده. بس اهم حاجة كده نسيب مسافة بين كل واحدة وواحدة طبعا علشان لسه هيخمر معانا وهيتضاعف حجمه. وهنسيب السينابون كده لغاية لما يخمر معانا لمدة كده ربع ساعة او نص ساعة، وبعد كده ندخله الفرن. وتعالوا بينا نتكلم عن التسوية المظبوطة بتاعته. اول حاجة هنسخن الفرن قبليها ب10 دقايق، وبعد كده هندخل السينابون كده في الفرن على الرف الوسطاني. بس اهم حاجة كده نطفي النار من فوق ونسيبها شغالة كده من تحت على درجة حرارة متوسطة لغاية لما يستوي معانا. وطبعا ما بياخدش ربع ساعة كده في النار وبيكون جاهز معانا. وطبعا
طبعًا السينابون ما بنشغّلش عليه الشواية كده من فوق، وطبعًا هي دي التسوية المضبوطة بتاعته، وتعالوا نعمل له كده أجمل صوص لأجمل سينابون في العالم. هنحتاج لكوباية من السكر البودر، وكوباية من الحليب البودر، ومعانا كوباية إلا ربع من اللبن، ومعانا معلقتين كبار من الزبدة، وكمان علبة جبنة كيري 8 قطع، طبعًا ممكن تستخدموا أي جبنة بس أهم حاجة يكون الملح بتاعها قليل، وكمان ممكن تستخدموا جبنة مثلثات. وبعد كده هنجيب الخلاط بتاعنا، هننزل بالجبنة والسكر والحليب البودر، وهننزل كده عليهم بالزبدة زي ما حضراتكم شايفين كده واللبن، وهنضرب المكونات كلها في الخلاط بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده كده، وطبعا هيطلع بالجمال والحلاوة دي كلها بقوام كريمي وناعم عامل زي القشطة كده وأحسن كمان، بسم الله ما شاء الله عليه. وطبعا طعمه جميل جدا، بيحلي أي حاجة تحطها كده عليه، بسم الله ما شاء الله عليه، جميل جدا طعمه كده عامل زي القشطة. وحابة أقولك كده على معلومة، طبعا انت اللي بتتحكمي كده في القوام بتاع الصوص بتاعك من خلال اللبن. طبعا لو عايزة الصوص بتاعك يبقى خفيف كده بتزودي اللبن، اما لو عايزاه تقيل بتقللي كده من كمية اللبن، يعني اللبن هو اللي بيتحكم كده في القوام بتاع الصوص بتاعك. وبكده الصوص بتاعنا بقى جاهز معانا. وطبعا ده شكل كده السينابون بعد ما طلع معانا، تعالوا كده ما نشوفه مع بعض. بسم الله ما شاء الله عليه، دي طبعا التسوية المظبوطة بتاعته. وكمان شوفوا من تحت عامل ازاي، بسم الله ما شاء الله عليه، جميل جدا وطري وهش وعامل زي القطن بالظبط واحسن كمان. تعالوا بقى ما اوريكم واحدة تانية كده، بسم الله ما شاء الله عليها. وطبعا الغامق اللي حضراتكم شايفينه كده في قعر الصينية ده، طبعا ده الحشو اللي نازل كده من السينابون. طبعا ده عامل كده زي الشوكولاتة كده، وانا وريتكم كده واحدة من تحت طبعا علشان محدش يفتكر ان هو محروق، وعلشان السينابون يطلع معاكم ناجح 100% زي ما حضراتكم شايفين كده. اهم حاجة نهتم بالتسوية المظبوطة اللي انا قلتها لكم كده في الاول. وكمان السينابون ممكن تاكلوه كده من غير اي صوص ولا اي حاجة، طبعا طعمه خيال كده لوحده، طعمه جميل جدا. وبعد كده هو لسه سخن كده وطالع من الفرن، هننزل كده عليه بالصوص بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده كده، بالصوص اللي احنا عملناه مع بعض في الاول. وبعد كده هنجيب كمية الصوص المتبقية معانا، هنرش كده عليها رشة بسيطة كده من اللون الأحمر. وطبعا ما تكترش لون كده، احنا عايزين يبقى لونه كده عامل زي اللون الوردي كده الجميل، وهنقلب كده كله مع بعضه كده لغاية لما يدينا اللون الوردي الجميل كده زي ما حضراتكم شايفين. وطبعا احنا بنعمل الخطوة دي كده عشان نكسر اللون بتاع الصوص، بدل ما نعمل صوص كده كراميل او نحط عليه شوكولاتة، فطبعا الصوص ده كده كفاية لوحده، طعمه بجد خيال. طبعا ما ينفعش تحط عليه اي حاجة من كتر ما هو جميل وطعمه جميل، زي ما قلت لحضراتكم طعمه كده عامل زي القشطة. وهناخد الصوص اللي احنا عملناه هنزين بيه السينابون بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده كده. وبكده خلصنا معاكم طريقة عمل السينابون، طبعا طريقة سهلة جدا وبسيطة، والسينابون طالع ناجح معانا هش كده وطري وجميل ودايب كده دوب، بسم الله ما شاء الله عليه. ولو عجبتكم الطريقة ما تنسوش تشتركوا في القناة، ولو حابين نجرب اي وصفة مع بعض اكتبولي في التعليقات وان شاء الله نجربها. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويا رب يملى بيوتنا كلها خير.